حاجات هتندم عليها، ندمت عليها ان ما عملتهاش زمان. بس قبل ما نبدأ بالفيديو ده يا جماعة ما تنساش تعمل لايك وتشرفني بالاشتراك في القناة وتنضم لعيلة محمد عكاشة اللي بيكم ان شاء الله تكون اكبر عيلة على اليوتيوب. دايما مبدأك في الحياة اعرف اكتر. يلا بينا. في حاجات يا جماعة انا ندمت عليها ان ما عملتهاش زمان. ايه هي؟ اول حاجة اللي انا ما كنتش بتدرب اللي انا اخد قرار صح. تاني حاجة العصبية، كنت دايما اخد قراراتي وانا في العصبية، في منتهى عصبيتي، ودايما يعني ما قلناش 100% منها غلط، انما ممكن نقول 99% منها غلط. ليه؟ لان انت استحالة تقدر تاخد قرار وانت عصبي. حتى لو فرضنا اللي انت خدت القرار ده وانت عصبي، قرارك تأكد 100% اللي هو غلط. فانا يا جماعة بحاول اقدم لكم بقدر الامكان ازاي تقدر تتجنب العصبية، وهقول لكم في اخر الفيديو طريقة كويسة جدا اللي انت تتحكم ما تبقاش عصبي. بس اول حاجة لازم نعرفها اللي انت لازم تتدرب وتاخد قرارك المناسب في الوقت المناسب، ودايما فكر بإيجابية في الحاجة اللي انت نجحت فيها. يعني دايما خلي عقلك يفكر بإيجابية، وغير مسمياتك. يعني ايه غير مسمياتك؟ يعني ما تقولش انا قابلتني مشكلة، لا، ما تحطش كلمة مشكلة دي في اعتقادك خالص، لا، قول انا قابلني تحدي ولازم احله. ما تقولش مشكلة انت كده بتصدر لعقلك الباطن ان دي مشكلة وملهاش حل. لا، قول انا قدامي تحدي وان شاء الله احله. ببساطة لو حضرتك مثلا بتلعب جيم على الكمبيوتر او على البلاي ستيشن ايا مكان يعني، او اي لعبة وبتوصل فيها لمراحل معينة، جيت قمت انت في مرحلة من المراحل وقفت، انت عقلك بيقول لك ايه؟ بتقول انا لازم اعدي التحدي ده. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ رد عليا. بيحصل. بتقول انا لازم اعدي التحدي ده. فغير من عقليتك خالص ان في حاجة اسمها مشكلة، لا، سمي، قول انا قدامي تحدي وان شاء الله هعديه. هتلاقي صدقني تفكيرك اتغير. ده اول حاجة. تاني حاجة دايما فكر بإيجابية. دايما فكر بإيجابية. ما تفكرش تقول انا معيش فلوس، ما تفكرش تقول لا ده انا مش عارف ايه، لا، فكر بإيجابية. قول أنا إن شاء الله هشتغل وهيدخل لي 10,000 جنيه في الشهر، بس هعمل إيه؟ فكر بإيجابية. أنا هدور على شغل وقدام التحدي ده وهقدر أتحداه وهقدر أعديه. بس الكلام ده ما تقولش بكرة، لا، نفذ من دلوقتي. ليه نفذ من دلوقتي؟ لأن أنت طول ما أنت بتقول بكرة، عمر بكرة ده ما هيجي. هو عقلك الباطن العقل ما يعرفش بكرة، خد بالك، العقل ما يعرفش بكرة. أنت طول ما أنت بتقول بكرة هيجي بكرة، هتقول بكرة خلاص. هو العقل برمج دماغه على كده. فانت ابدأ من دلوقتي. قول لا انا قدامي هدف ولازم احققه دلوقتي. وعشان تدي لنفسك طاقة ايجابية، شوف الحاجات اللي انت نجحت فيها واكتبها. قول لا انا هنجح فيها، مش قدامي مشكلة، لا انا قدامي تحدي وهتعداه وهتخطاه. ما تنسوناش بقى يا جماعة اللايك والشير عشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس يستفيدوا منه. ثالث نقطة، انا عايز اتحكم في العصبية. هتحكم فيها ازاي؟ اقول لحضرتك على تمرين سهل ان شاء الله تقدر تعمله. جيب اكتر اغنية انت بتكرهها في الدنيا، اكتر اغنية ما بتطقش تسمعها في الدنيا، وشغلها مع نفسك كده في الاوضة، وشغلها وعلي الصوت، وانت من جواك كده تفكر في موضوع ايجابي، تحدي ايجابي. احنا قلنا خلاص يا جماعة ننسى كلمة مشكلة من قاموس حياتنا. تفكر في تحدي ايجابي، لا انا ان شاء الله قدام التحدي ده وهتعداه، هتخطاه. وانسى الاغنية دي اللي هي شغالها بصوت عالي. هتلاقي اول مرة كده ممكن تكون مؤثر عليك وانت مش عارف تفكر. تاني مرة هتلاقي معدي 5 ثواني وانت ايه بالك رايق. تالت مرة اذا وصلت للدقيقة، اذا وصلت لل60 ثانية وانت بتفكر في التحدي اللي قدامك ازاي هتتخطاه وانت مش سامع الاغنية، صدقني حياتك هتتغير 360 درجة، وهيبقى تفكيرك ايجابي بطريقة تعجبك انت شخصيا. واخر حاجة ممكن اقولها لك، ما تشكيش لحد ابدا، ما تشكيش لحد ابدا ظروفك. اقفل على نفسك وغير مسمياتك للحياة. سلام.